اللي خصنا نوعاو به هو انه هذا في الحقيقه كان نقاش ولكن دابا الان الى حد ما تحسن جواب ديال الحكومه. هذا راه خوصصه، هي خوصصه اللي هي الخطير فيها هو انه الخوصصه كانت كتعني شركات، مقاولات، مؤسسات ديال الدوله اللي هي مثلا في القطاع الخاص، في القطاع ديال السوق، ما كديرش، ماشي كتهتمش بالمرافق الحيويه الاجتماعيه، ماشي الصحه، ماشي التعليم. منين كنتي كتخصص مثلا جزء من اتصالات المغرب، ولو انه راه ديجا نقاش في هذه القضيه، اتصالات المغرب كتخصص مثلا شركه ديال ايكوز، ولا كتخصص شركه ديال السياحه الى اخره، كاين نقاش، ولكن على الاقل راه ولو ايضا طبعا ما كان ماشي غير دابا عاد غنقولوا راه كان داكشي مزيان ولكن كيف تيقولوا راه توتي غولاتيف نسبيا. الخصاصه على علتها كان واحد كيف تيقولوا اسلوب ومسطره، كانت واحد لا كوميسيون كتدرس الملفات وكتقيم، تشوف التقييم كيف كان، وكاين واحد الاعلان، كاين اذا الناس كيعرفوا شنو هما الثمن اللي تعطى، كيفاش كان الى اخره، الى حد ما تقولش بانه الاشياء كانت زعما شفوا، ولكن انا قلت لك راه العمش كتعرفوا الحكايه العمش والعمى. دابا راه حنا مع العمى، ما بقيناش حتى مع العمش، اي اننا دابا في واحد الوضع اللي ما كاين والو من هذا الشيء كله، ما كاين لا قانون تيأثر هذا الشيء، ما كاين لا مسطره لا تقييم لا لجنه، بيناتهم مسؤولين في وزاره الماليه مع جهات عليا كيقرروا يبيعوا اللي بغوا. ندخل ما تيبيعوا المرافق الحيويه، السبيطار ديال افيسان واش كتصوروا لا سيمبوليك من الناحيه الرمزيه ديال المستشفى ديال افيسان. الو مزيان، ها هما قرروا هذا الشيء، راه الناس اللي يقولوا لنا الله يخليك غير الشروط. كنت ما بغيتش نطول عليكم، هذا نقاش طويل، وكل صح انا اللي بغى هذيك هذه شحال هذه على 3 سنين ولا عامين ونص درت فيديو في هذا على هذا التمويل المبتكر، راه كاين في ذاك لاشين اللي كان ديال اليوتيوب اللي كنحاول انيمها. اللي بغى بلوس دو ديتاي راني دخلت في هذا الشيء. اللي باغي نقول دابا اودي الله يخليكم غير قولوا لنا الشروط، دابا بعتيو الملك ديال المغاربه واخا، وقولوا لنا شنو هي الشروط دابا، لان تيقولوا شنو هي لا فورمول هي انا بعت، ولكن بما انها تسبيطار غادي يبقاو طبعا كاين خصو يبقى خدام، اذا في الفلوس كتنكري كنخلص الكرا على واحد الحاجه اللي بعت لك اللي كانت في الملك ديالي وما بقاتش. حتى هذه القضيه ديال الملك راه كاين سؤال فيه كبير، ولكن ما عندناش الوقت باش نطول، لان حتى المجلس ديال الحسابات راه طرح هذا السؤال، قال واش ملك ولا دين؟ هو المجلس الحسابات راه واجب، عكس ما هذا الشيء اللي كيقولوا دابا. قال لهم بانه بالمعايير الدوليه هذا راه ماشي بيع، ماشي تفويت، الا ما كانش الا كان لا سي صا، هذا راه دين. اذا خصكم مثلا بحال بهذا 111 مليار خصها تزاد على الديون طبعا الا زادوها على الديون راه نتعداو 100% ديال الناتج الداخلي الخام. اذن هما هذا علاش باغيين يبقاو في الغموض. دابا هو في الكلام ديال المسؤولين تيبان بها كانه صافي احنا فوتنا، احنا بعنا. دار وزاره الماليه في ذاك الوقت قالت بانه الجواب ديالها المجلس ديال الحسابات قالت هذا ماشي دين، راه حنا فوتنا. ولكن الا فوتي ما خصكش تبقى تتكلم على هاد لان الدوله راه بحال كتعرف انه كاين بيلان ديال لو باتريمون دو ليتا، كاين اكتيف وكاين باسيف، كاين البيلان. اذا هاد الشيء اللي قلتي بعتيه راه ما بقاش في الاكتيف ديالك. اذا هما خايلين الغموض من جهه باش ما يديروش في الديون تيخليوه، ولكن في الفلوس يقول لك احنا بعنا. المهم دابا
بعتيه وسيدي مزيان، عطيونا شنو المعلومه؟ اولا بشحال اول حاجه بعتيه بشحال؟ ما عارفينش، ما كاينش، ما عارفينش. ثانيا شنو هي السومه الكرائيه؟ كل شهر كتخلصوا، كل عام كتخلصوا شنو؟ واش كنتسناو والي بنك المغرب باش غير هكذا او دوتور دون فراز يقول لنا 7 مليار قلتنا فيها 7 مليار سي با سيريو هادشي بكل صراحه. يعطيو الناس المعطيات. هذا فريمون زعما اون انفونتيليزاسيون ديال لوبينيون بوبليك، ماشي معقول. ثالثا كتعرفوا هذه القضيه هذه راه بحال هو هذا اللي تعيطوا في الفرنسيه ليزباك، ولكن بحال الليزين. ملي كديروا سياره مثلا بالليزينغ في الاخير ملي كتفضي ما كتخلصها بود 4 ولا شي حاجه، عندك الاختيار انه اما كتخلص واحد المبلغ معروف بالقبل وكتاخذ والسياره كترجع ديالك، ولا عندك الحق باش تقول سيدي ما غنخلصش وخذوا السياره ديالكم. اذا في الشيء هذا من بعد 30 ولا 40 سنه 30 ولا 40 سنه ما عرفتش واش مثلا دابا الدوله غادي تقول بانه غادي نخلص ونعطي المستشفى ديال ابن سينا هذاك اللي شراه المؤسسه اللي شراته، ولا غنخلص شي حاجه ونردو على ديك المستشفى ديال ابن سينا. زعما بكل صراحه القضيه اون بليس كتاخذ واحد الطابع اللي هو غريب جدا. علاش؟ لان دابا بالحقيقه المستشفى اللي باعوا ما بقاش دابا هانتوما الا كنتو في الرباط كتشوفوا في بلاصه داك المستشفى اللي باعوا كاين واحد البيلدينغ قدين، وطبعا الكلفه ديالها ماشي بحال واش الثمن هذا هو الثمن ديال هذاك اللي باعوه. اذا علاش كنتكلموا؟ ها سؤال، علاش كنتكلموا في اخر المطاف؟ واش داك المؤسسه اللي دارت هذه العمليه غادي تاخذ افيسال؟ طبعا غتاخذ افيسال اللي كاين ولكن غتاخذ افيسال اللي كيسوا واحد المبلغ اكثر بكثير من هذاك اللي شرات. هادشي كله على حسابكم وعلى حسابنا. كيف هادشي معقول؟ كيف الواحد يقبل بكل صراحه؟ كيف الواحد يقبل هادشي؟ كيف هاد الغموض، هاد التلاعب بما قلت لكم بما هو ماليه عموميه؟